السلام عليكم يا شباب. الفيديو ده والفيديو الرابع اللي هنتكلم فيه عن مين أنا وهل أنا مؤهل للكلام عن المواضيع اللي هتكلم فيها دي ولا لأ، وليه تسمع لي أو ليه ما تسمعليش حتى. المفروض الفيديو ده هيخليك قادر تحدد إن كنت هتكمل في الفيديوهات التانية ولا لأ. هو ملوش أهمية أوي، يعني مش ملوش أهمية، بس يعني مش ضروري إن أنت تشوفه، بس كويس إن أنت تشوفه، أو يعني لو شفته فكويس. المهم، مين أنا؟ أحمد، أظن واضح. عندي خبرة حوالي 5 6 سنين شغل في المجالات الشغل الديجيتال دي، بالتحديد مجال الديجيتال ماركتينج بتخصصات مختلفة فيه. وليه أنا مؤهل للكلام عن الحاجات، عن المواضيع دي، وليه تسمع لي أو ليه ما تسمعليش. أول حاجة، أنا بشكل عام ما خلصتش جامعة، مش شخص يعني جامعي أو متخرج من جامعة. في الحقيقة آخر شهادة يعني مهنية أو دراسية، آخر شهادة دراسية أخدتها كانت شهادة الدبلوم الصناعي أو الصنايع، الدبلوم صنايع. الكلام ده كان مش فاكر من كام، بس يعني في الرينج بتاع من 2012 ل 2014 حاجة كده، في الرينج ده مش فاكر قوي الصراحة. صحيح إن أنا دخلت كذا جامعة، دخلت 3 جامعات وسبتهم او ما كملتش فيهم لاسباب كتيره طبعا. ولو انت جاي من فيسبوك، عندي على الفيسبوك اظن يعني انا اتكلمت كتير عن النقط دي، فاظن انت عارف عنها شويه. المهم يعني، فدي نقطه. النقطه التانيه انه نفس الشخص اللي هو دبلوم صنايع، اللي هو ما كملش جامعه، ما عملش، ما سواش، بتوفيق ربنا وحده عمل حاجات كتير انا شخصيا ما كنتش احلم بيها بتوفيق ربنا. النقطه التانيه، اشتغلت في اماكن كتيره، شركات تحت السلم، شركات يا دوبك على اول كام درجه في السلم، وشركات في اخر السلم، شركات جوه مصر، شركات بره مصر، شركات عربيه، شركات وناس اجانب، عرب واجانب. اشتغلت بمرتبات ويعني سالاريز، او يعني دخل بشكل عام، مش عايز اقول سالاري معين اللي هو الراتب يعني، ولكن بدخل او بارقام. عملت ارقام بتوفيق ربنا ما كنتش احلم بيها حقيقي. يعني دي نقطة تانية. نقطة غيرها أو غير ده كله، على مدار السنين بتوفيق ربنا برضو قدرت أساعد ناس كتير تدخل المجالات دي، تدخل مجالات الشغل الديجيتال دي بنفسها. أي نعم، مش كل الناس اللي كانوا مثلا بنتواصل مع بعض، زي ما هنوضح إن شاء الله بعدين، مش كل الناس اللي كانوا بيتواصلوا معايا أو بنتواصل مع بعض بيعملوا كل اللي بيتقال، بس الناس اللي كانوا بيعملوا منهم كانوا بيوصلوا. الموضوع أشبه بإنه هنا نقطة صفر، أو هنا نقطة مثلا، هنا نقطة صفر وهنا نقطة 10. أنت هنا مثلا في صفر، عايز توصل ل10، عشان توصل ل10 لازم تاخد 1 2 3 4 5 6 7 إلى آخره لغاية ما توصل ل10. بنسبة كبيرة جدا 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 لو أخدت الطريق 1 2 3 لغاية 9، هتلاقي إن أنت خلاص وصلت ل10. بس لو أنت مثلا جيت مشيت من 1 ل2 ووقفت في 3، او 1 2 3 وجيت في النقطة 4 وفي حاجة عطلتك، فانت عطلت عندها ما تجاوزتهاش، مش هتوصل ل10. تمام. الناس اللي كانوا، خلينا نقول مثلا يعني من 100 شخص تواصلوا معايا على مدار السنين اللي فاتت دي، من ال 100 شخص دول للاسف النسبة اللي اتحركوا وعملوا حاجة فعلا اقدر اقول ان هم يعني اقل من 10%. يعني لو 10 اشخاص ممكن 1 ولا 2، لو 100 فممكن 7 10 بالكتير قوي. بس الناس اللي عملوا الكلام ده ربنا وفقهم في حياتهم بنسبة كبيرة جدا جدا، وربنا يوفق الكل. الناس اللي ما عملوش ده للأسف يعني في أوضاع وحشة، وللأسف زي ما هنتكلم الدنيا هتسوء أكتر، مش هتبقى ماشية في وضع كويس. على الأقل لو أنت مش متأكد من كلامي، أو قبل ما نوصل للنقطة دي، بص لحالك أو لحال البلد دلوقتي، البلد بتاعتك، سواء أنت في مصر في أي بلد تانية عربية بشكل عام. بص لحال البلد اللي انت فيها دلوقتي، وبص ليها من 3 سنين، وبص ليها من 5 سنين، هتلاقي ان انت غالبا زمان كانت الدنيا احسن. تمام. يعني على مدار مثلا سنتين فاتوا، 3 سنين فاتوا، كانت الدنيا احسن مما هي دلوقتي. من 5 سنين فاتوا كانت الدنيا احسن من ما هي كانت من 3 سنين. من 7 سنين احسن من ما كانت 5 سنين، وهكذا. فاذا ده يدل او يوضح ان احنا ماشيين في طريق وحش، وان احنا هنبقى في طريق اوحش. انت كنت ماشي كده، مره واحده ابتديت تنزل 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 تنزل. انت مش مره واحده كده نزلت كده، لا، انت ابتديت تنزل بالراحه. بدايه النزول كانت من هنا، بس من النزول النهائي كان هنا. فانت لو قست بقى المسافه من هنا، هتلاقي ان انت بتنزل بتنزل بتنزل، فهتبقى عارف ان انت في النقطه دي انت هتقع على وشك خلاص، انت خلاص هتقع نهائي. فهي حاجه زي كده يعني. ده للاسف ده الوضع. ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تبقى
يعني مش هقول بوليت بروف، او يعني مش هتبقى انت ضد الرصاص، بس تبقى ازاي تبقى ضد او تحصن نفسك بتوفيق ربنا، تحصن نفسك من كل الحاجات دي كلها. ازاي؟ يعني هنتكلم ان شاء الله عن ازاي تبقى انت حر، حرية المكان، او توصل لحرية المكان، توصل لحرية وتمتلك وقتك او اكبر قدر ممكن منه في الاول على الاقل. بعد كده ازاي تبقى انت ما تتأثرش بالظروف الاقتصادية بتاعت بلدك ايا كانت بلدك ايه، وازاي ما تخليش اي ظروف بشكل عام، بشكل عام حقيقي والله نتكلم عن ازاي ما تخليش اي ظروف بشكل عام تعطلك او تأثر عليك، او تبقى انت متأثر بيها سلبا بشكل عام وحياتك تتعكنن بسببها او ايا يكن. فالمهم دي شوية نقط مش كتيرة، ممكن اتكلم كتير بس مش عايز اتكلم كتير في النقطة دي. بس اظن ان شوية الحاجات دي اظن والله اعلم انها تخليني مؤهل ان انا اتكلم في اللي هتكلم فيه، وتخليك يعني تند اكتر، او ان انت تبقى ميال اكتر ان انت تسمع الكلام اللي هتكلم فيه. وان شاء الله تشوف الفيديوهات التانية الجاية نتكلم فيها عن ايه، واللي ان شاء الله تكون فيها قيمة كبيرة ليك بشكل عام.